أول مدينة جيت ليها ولا أول مكان جيت ليه هو هدايا في ألمانيا 2015. هذا هو المكان. هذه شغل قلعة يعني شابة شابة شابة. على بها حبيت نجي لهنايا وندير فيديو خاطش مانيش ساكن هنايا. دوك تشوفوا هنايا دايرين لكم الكراسة هاي ليك. شوفوا سبحان الله الغازون. الكتكوتة تاعي دايما معايا. هادي دراعي اليمين هادي ما تخطينيش. دايرين الكليبوبال هنايا شوفوا نقية ما شاء الله. يعني تجي تطلع لها تقاري في طوموبيل هيها ماشي مشكل. عندك واحد الريستورون ليها على كل حال. لاكريمات في الصيف اللي يحب ياكل. المهم هذه القلعات تنجم تطلع ليها باطل يعني اي واحد ينجم يطلع ويستنشق الهواء النقي هنايا والنظرة. شوفوا 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 يا سلام. شوفوا النظرة هذيك ما شاء الله. ها البنيان الألماني هادو الديار يعني كيما نقولوا غير بالقرموط. شوفوا شوفوا النظرة اللي نعطيها لكم ما شاء الله ما شاء الله. هاو كاين الريح خوتي ان شاء الله ما يقلقكمش برك. شوفوا يا سلام والله غير تجوز فيها واحد الجورني هنايا مع لا فامي من الكبار. ها شوفوا خوتي يعني انا مانيش ساكن هنايا. جيت لهنايا كيما دخلت لألمانيا دخلت لهنا ديريكت خوتي. يعني شتوتغارت في الحرقة تاعي. دخلت خرجت من بلغاريا النمس الترك بلغاريا صربيا كيما نقولوا هنغاريا النمسا ميونخ ألمانيا. من ميونخ جيت ستاليت لهنايا. ستاليت الدار والله العظيم غير راهي هنا نقول لكم برك وين ابيبري. هذا الجهة هنايا كان صاحبي داير اللجوء لهنايا. اكو تشوفوا دوك نزومي لكم الى تبان لكم. نزومي لكم برك هاي ليك. كاين قدامه الليدل وكانوا عاطين لصاحبي هنايا مركز لجوء يعني الهايم. او دوك كان حاوه الهايم هذا عندهم واحد 3 سنين ولا 4 سنين كتر 4 سنين هكذاك ملي نحاوه قاعيتك. ضربت هنايا بالك واحد 3 سنين خاوتي. وهنا اللي عرفت الزوجة تاعي. والله غير هنايا خوتي هاي لك. يعني عندي ذكريات لهنايا لا تنسى لا تنسى. اول مره حطيت رجلي في المانيا هنا سكنت ضربت واحد 3 سنين ونص قريب 4 سنين لهنايا. كنت دائما نجي لهنا خوتي حراق بلا كوارط. وهنا اللي عرفت الزوجة تاعي يعني مكاتب. شوفوا قرية ألمانية ما فيهاش يعني. شوفوا هنا خلاص هاي لك قرية ألمانية ماشي تابعة لشتوتغارت حوالي 20 دقيقة. شتوتغارت هاي لك الجهة اللي منا شتوتغارت 20 دقيقة فقط. هنا عرفتها في لاريد بيس سبحان الله. كنت بالفيلو زمان الصيف. من بعد كتب ربي الحمد لله سهل مكاتب والله يا خوتي. ومن بعدك كيما نقولوا على جال خدمتي رحلت من هنايا. ودوك نوريكم القرية اللي راني ساكن فيها وتبعونا خوتي. قلت لكم اني عايش في الريف. هاي لك حكيت لكم على القريه هذه ولا ما حكيتها لكمش. شوف حكيت لكم عليها ولا لا خوتي. هذه هي بدات. منا كاينه غابه ما تخلاش
يجيك واحد الهواء منها نقي الله يبارك، ومنك وتشوفوا قرية. هاي لك هذه صغيرة هذه. اصلا نقلبوا الكاميرا باش تشوفوها مليح. هاي لك عبدو ديزا دويتش يحييكم من المانيا، من الريف كالعادة. هذه حومتي. ها فيديو حطيته عنده مدة لحق قريب نص مليون مشاهدة، الله يبارك على كل حال. الله يعطيكم الصحة تاوعنا. وها منا عندكم ما شاء الله. شوفوا ومنا فلاح، وهنا الديار. هاي لك هي حبطة داين لك طريق بارك، اللي يحب يجي هنا يقاري ويضربها بطوره هنايا كيما يحب. المهم قاعدة خلوية هنايا، مين داك نجي نريح هنا نشمشو يهوى. ما شاء الله. شوفوا 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 يا سلام. واش راكو ديروا في المدن؟ انا ما فهمتش انايا يا خوتي. الناس كاع يروحوا غير وين كاين الغاشي الهرج. يا صاحبي خطوكم هربوا من المدن. كاع رايحين باري مشاكل بارباس مارسي. الله يحسن العون على كل حال. ربي يوفق زوا، ولا لو كان لقاو عليها ولا غير يهربوا على بالي. وماشي حاجه صعيبه اللي زعما مانيش عارف انا. ان شاء الله نتلاقاو في الجنه على كل حال. حنا ان شاء الله نتمناو الجنه، هذا ما كان. هذه ما الا جنه الارض، هذا ما كان. وتعيش فيها صالح، مواطن صالح وطاعي ربي، هذا ما كان. بيان سور الناس تقول بزاف كي تحط فيديو هكذايا يدخلوا بعض العباد ما على بالهمش باللي هذه ارض ربي، هذه على بالهم باللي ربي هدايا سبحانه كاين غير في الجزائر، غير في الدول المسلمه. كان ربي كاع في الكره الارضيه، هو اللي خلق الماء هذا، خلق كل شيء. الغابه، الاشجار، هاد المناظر الخلابه كنت تشوفوا هنا. دوك اللحقوا هنايا تشموا غير ريحه البقر، ريحه العواد. الله يعني الريف 100%. يقول لك سيفري صح ما تسمعش الاذان. واحد يدخل في تعليق هذا يقول لك الاذان خير من الدنيا وما فيها، مانيش عارف من نعمل هي طاطا. خاوتي خلونا الجيحه تاعكم، خلونا ما تبقاوش. انت هذاك اللي كتقول باللي ما كاش الجوامع هنايا، انت لو كان يعطوك فيزا اقسم بالله ما تريح ثانيه ونعظم لك. اقسم بالله ما انت كي ما لقيتش عليها الله غالب سي بون راك تبدا تفتينا بهاد الاشياء هذوما. شوف ماذا بيا ما نسمعش الاذان ونصلي 5 صلوات في النهار هكذا. وكاينين عباد في البلاد الاذان كاين ما شاء الله 5 خطرات وما يصليوش. اعطيه لي فهم ولا لا قرا. ماذا بيا انا نصلي لربي ما نصليش للجامع. انا كاين دوكا كلش ماناش في عهد، مانيش عارف انا واش من العهد. في الدار 5 صلوات. ما تسمعش برا بصح تسمع داير في التليفون. دوك خلاص رانا في عهد التكنولوجيا. الصح في النية والقلب الصافي. ماشي شرط نبني لك جامع انا قدام داركم يأذن 5 خطرات من بعد ما تصليش. واش من الفائده صديقي؟ هذه برك معلومه، برك الناس اللي يتعلق هكذايا باسكو كي يشوفوا هاد المناظر هذوما يقول لك ما يبقاش يعلق يدخلها لنا في الدين ومنا تا. دوكا كاين كلش. عندي تليفون في الخدمه يأذن، في الدار يأذن. في الدار كاين 5 تليفونات يأذن، ماشي 5 خطرات يأذن. كل تليفون يأذن خطره، يعني 20 خطره ويأذن. ماشي صح في هذا يا ناس. يا ودي واش كيفاش نفهمكم. المهم هاي لك القريه تاعي هنا هكذا. يخصني جامع، هذا ما كان. ارض نشريها يرزقني ربي، ارض نشريها نبني جامع نصلي غير انا والعائله تاعي. الحمد لله رانا شادين في ديننا. هذه هي الغربه تاع الصح. الغربه ماشي بارباس مانيش عارف تا. الغربه كي تكون عايش وحدك، ما كاش اهلك وبعيد، وما كاش صحابك وحبابك ومنا ملهيها وبعيد على. والغربه هذيك تكون مزوج، يعني ماشي بنت بلادك، فهمتوا؟ يعني بنت البلاد، بنت يعني المانيه ولا بنت الريف، هذيك صح غربه. من تتعايش لي في باري ومزوج بنت بلادك ومن بعد تسميها لي غربه، ماشي غربه يا ناس.
ترقد في باري تغمض عينك غدوة الصباح تفتح عينك في الجزائر، ساعة تقول لي باري، تقول لي غربة، معليش ماشي مشكل. الله يفرج على كل واحد زوالي وعلى كل مؤمن وعلى كل مسلم، ربي يوفقهم. هذا ما كان على بالنا باللي ظروف صعيبه من الهيه، كاين شي عباد يتمناو هاد المعيشه تاع الريف هاديه، مي الله غالب ما يقدرش عليها، ولا كيما نقولوا ربي ما كتبلوش باش يعيش هذيك المعيشه. مي كاينه حاجه نقولها لك اخي، انا كي كنت حراق وصدقت لي المعيشه هذه. نقول لك علاش، ماشي قضيه الوثائق ولا قضيه كيما نقولوا يعني اسعى تنال. واحد اللي يتعب على حاجه يوصل نهار وين يلحق ليها، قسما بالله يا خوتي. جميع الناس اللي يجوا لألمانيا يديروا اللجوء تاعهم، الاغلبيه كي نقول لك 90% يرميهم في الارياف. سمعتوا باللي كاينه واحد المدينه هضروا عليها، واحد القريه في سويسرا قريه قال لك اللي بصح اللي عنده كارت، ماشي على الحراقه خوتي، اللي عندهم الوثائق، اي وثائق اوروبيه. كاينه واحد القريه في سويسرا حطوها غير كيما خرجوا هضروا قال لك باللي اللي عندهم الوثائق ايطاليين ولا جزائريين مقيمين قانونيا في فرنسا ولا في اي دوله، يروحوا يعيشوا في هذيك القريه يزيدوا لهم 100,000 اورو. نعم، بصح ماشي حراقه خوتي، باش الناس تفهم برك. هذا ما كان علاش، لانه المدن الريفيه هذو ولا القرى هذوما يحبوا يعمروهم، يحبوا كيما نقولوا يعمروا الناس باش يخدموا الفلاحه ولا يخدموا مانيش عارف انايا، باسكو ناقصين غاشي. بعض القرى اللي لونسيوهم ولا اللي حطوهم اعلانات هكذايا يحبوا يعمروهم، تلقاهم باللي الدوله الالمانيه ولا الدوله السويسريه تحب تعمر هذيك القريه، ماشي كاع القرى، كاينين بعض القرى، باسكو الريف هدايا يبقى ريف. مثلا شوفوا وين بانين هنايا هكذا، ما تقدرش تزيد بنيان فوق هدايا، ممنوع. هنا ديجا اصلا الدوله ما تبيعلكش تراب باش تبني، خاطش كاين مناطق مخصصه للبناء، هما يحبوا يحافظوا على الريف باش ما يكثروش البيطون بزاف. كاين مناطق ريفيه ممنوع تبني فيهم، على هذيك يحافظوا على الطبيعه ويخلوها هكذايا. يعني كيما نقولوا الجبل هذا لكم تشوفوا فيه، اصبروا تشوفوا فيه بالك واحد 10 ديار هكذا الفوقه، كي تحب انت تروح تشري تراب تما ولا تسقسي ما يبيعولكش، خلاص هادو بناوه بكري بقاو تما، وناسهم يعني المان تاع بكري واحد الوقت بناو، دوكا قوانين قال لك ممنوع تبني. غير اللي عنده دار قديمه ولا حب يعاود يبني وحده جديده، هذيك يقدر يريب دارو ويبني وحده جديده في نفس المكان اللي كان دارو القديم، هكذا باش تفهموني. بصح باش يبيع لك تراب في بعض القرى الريفيه انسى. على هذيك كاينين بعض الريف، بعض المناطق الريفيه تلقى فيهم ديار فارغين. كيفاش تلقى فيهم ديار فارغين؟ الدوله من بعد تديهم. علاش؟ دوك نتايا واحد سويسري مع وحده سويسريه ولا الماني مع المانيه بناو بكري عندهم دار ولا فيلا في الريف، من بعد الاغلبيه ما عندهمش دراري، فهمتوا خوتي؟ كاين اللي عندهم دراري ما عندهم يعني كي كبروا يروحوا، وكاين اللي ما عندهمش دراري كي يموتوا الرزق هذاك يتديه الدوله، سواء الدراهم اللي في البنكه ولا الفيلا اللي خلاها والرزق اللي خلاه تديه الدوله. والدوله هنا واش دير؟ يا تكريها يا تبيعها، يا على بها الاغلبيه تاع كيما نقولوا الديار اللي في الريف تلقاوهم مهجورين، ما كاش اللي ساكنهم، تلقاها ملك للدوله. غير الا كاش واحد عندهم، كاش عائله عندها وليدها ولا بنتهم هذيك تحب تبيعها ولا مانيش عارف، هذيك حاجه واحده اخرى. مي الاغلبيه على حسب التجربه تاعي واش نعرف انايا، وهذه تلقاوها ماشي غير في الريف، تلقاوها حتى في المدن. بعض الالمان ولا بعض السويسريين اللي عايشين وحدهم كي يموتوا يكبروا يتوفاو، من بعد هكذا الدوله تدي الملك هذاك.
على هذيك بعض الحراقه كيجوا ولا كاع الحراقات تاعنا كيجوا يطلبوا اللجوء في المانيا، كاع يبعثوهم الى مدن ريفيه، يجوا صغار من هنايا جان فهمت، يدير اللجوء تاعو في اي منطقه في المانيا، من بعد يديروا له ترونسفير يعني يبعثوه وين كاين الخلا، وهو مسكين ما يعرفش، فهمتوا، ما يعرفش باللي الخلا هذاك هو مع الوقت حيولي له احسن. والاغلبيه ومن بعدك يقول لك الاكتئاب، يقول لك عباكم اللجان تاعنا يحبوا كاع يتك صغار، يحبوا الهراج، يحبوا وين كاين النافيغاج، يحبوا، وهذه سيفري سيفري هذه مع في بدايه يعني في البدايه كي تدخل يجيبوك هنايا تقول سبحان الله، اوه خلا شوفوا كيفاش تلقى فيها 10 ديار من هنايا. انا يدوخوني برك اللي يقول لك ستريس، يدوخوني والله. بعض الناس من ذاك يقول لك كاينين بزاف يقولوا ستريس، وشكون الكلمه هذه اللي يقولها الاكتئاب وستريس في المانيا؟ يقولوها غير الجزائريين، سبحان الله. والله غير هما الله ما فهمتها، مانيش عارف الا انا ماشي كيما نتوما ولا مانيش عارف، باسكو ملي جيت لهنايا هادي ماشي يومين ولا 3 ولا راني داخل في 12 سنه، ملي حطيت رجلي لهنا جامي ستريس هذا والاكتئاب. يعني العباد يختلفوا سي فري، حاجه اللي كنت متمنيها ونحبها الكالم والريف والطبيعه كتبها لي ربي الحمد لله على كل حال، وصدقت. يعني سبحان الله كما قلت لكم، كتب لي ربي نعيش في جنة الأرض، وإن شاء الله نتمنى الجنة تاع ربي سبحانه وما تزيد والو. دوك نلقى ألماني هذا يمشي في الطريق ولا تسقسيه تقول له اسكو كاين راك عندك ستريس؟ جامي سمعت واحد قال لي عندي ستريس. حياتي كاع وانا نخدم معاهم مدة طويلة، أقسم بالله ما عمري ما سمعت ألماني وبورطوليد البلاد عندي ستريس، جامي سمعتها ولا اكتئاب. غير تاوعنا علاش ما يقدروش السيستم هذايا تاوعنا، ما يحبوش المعيشة النظيفة والقوانين الصارمة، ما يحبوش، ما يقدروا لهاش، يحبوا الهراج، يحبوا يديروا رايهم، يحبوا البلاد يوسخوها، يحبوا يرموا الزبل، ما يحبوش يخدموا والفوا تفنيين. على بيه هناك في المانيا كي تفوت تحط رجلك هنايا ويرزقك ربي بالاقامه الالمانيه يسموك تنوض الصباح تخدم، سينو يوقع فيك ستريس. بيان سور العمل عباده، ما كاش كيما العمل، يسموك تنوض تخدم وتخلص صوالحك، تخلص المعيشه ديالك، وحاجه تخبيها حاجه تخلصها وهي رايحه كيما انت كيما كاع المواطنين. واش من ستريس كاين هنا؟ سمحها عند لي زالجيريا باسكو كابرين في سيستم مجتمع ماشي كيما المجتمع الالماني. المجتمع تاعنا الدوله تاعنا مولفت لنا الرقاد والخدمه ما كاش المهم بلا ما ندخلوا في هاد الصوالح هادو ما خلونا ديجا. فكر البلاد تهبل كاع، ما كاش اكبر ستريس واكتئاب كيما في البلاد يا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يداوي الحوال والله يجعل الخير. تاوانا تحطوا في كوكب زحل ما يحمدش ربي، وين تحطوا ما وين تحطوا حاجه اللي خلقها ربي، وين تحطوا ما يحمدش ربي. بعضها ماشي كاينين، ما كاينين اللي يفهموا السيستم، كاينين اللي مثقفين يعرفوا المعيشه هذه. شوفوا ملاحظه كيفاش الالماني يخمم لك. شوفوا المنظر هذايا كنت تشوفوه من بعد واش حاط لك كرسي، حاجه كرسي نظيف. يعني هذا الكرسي لو كان تولي على 100 سنه تلقاه، الا كنت حي زعما على 100 سنه تولي شيخ هكذا، كي تجي تلقى نبشه ما فيه، نبشه ما فيه، ما مكسر ما محروق، الحشيشه وناض فيه، هذا ما كان. ومن بعد غابه هنايا باش يشم الهواء يا صاحبي. شوفوا يا سلام يا سلام. هاي تنورت، ربي ينورها عليكم. غابه الهواء نقي. واش تزيد فوق هذا يا صاحبي؟ واش تزيد؟ كش ما تقول لي ستريس تمسخر بيا.
وبعض الشعب عندنا كي داير وبلا ما نحكي لكم. بصح كاين الناس اللي يعرفوا لها قيمتها المعيشه هذه، على بها نقول لكم كيفاش تجي وكيفاش تعيش هنايا. اول حاجه الحراقه هادوما اللي يجوا لألمانيا ولا سويسرا ولا البلدان اللي فيهم بزاف الريف، كيحطوهم في بلاصه معزوله لازم تصبر عليها هكذا. تقدر هو علاش يحطك لتماك؟ باش يعمر هذيك المكان هذاك، يحطك يجيبك لتما في دار هكذايا، قريه هكذا معزوله الخلا، وراك مراقب، يعني حطك تما يدفيك يعطي لك كلش، وراك مراقب تحت السلطات الالمانيه. يعني تغلط تخلص، دير مشكله تخلصها، يشوفك كيفاش تخمم، تصبر ما تصبرش. علاش يعطي لك هذيك الشهريه هذيك تاكل باطل، كلش باطل، يعطوا لك يزيدوا لك دراهم. هذو الناس اللي دير اللجوء، فهمتوا خوتي؟ من بكري كاين القانون هذاك، ومازال القانون هذا مازال كاين خوتي، خاصه واحد البلايص اللي سهلين في اللجوء. المهم لازم تصبر لها، هذا ما كان. وتحب تقدر تتزوج فتاة الريف ماشي مشكل، يعني هذا الزواج يعني انت كي تتعب عليه ولا تحوس توصل ليه ربي يكتبه لك. اي زوجه في العالم اللي تزوج بها ما كاتب ربي، هذا ما كان. ماناش داخلين في موضوع تاع الزواج هذا، يا كاش خطره واحده اخرى ندخلوا فيه. مي نحكي لكم على المعيشه تاع الريف، تصبر لها، هذا ما كان. وزيد كاينه حاجه مع الوقت، هذا نحكي على الحراقه اللي عندهم الوثائق. تقدر هذيك حاجه باينه، هذيك نتايا والمقدور ديالك، يعني بالوثائق ما كاش اللي يسالك. تروح اي بلاصه هكذايا تحلي تحب تعيش في الريف، يعني كي تحب تحوس على دار، تروح تدخل في لي زابليكاسيون ولا تسقسي ولا منا منها، ولا تروح تسقسي اي واحد، هذيك ماشي مشكل. تقدر تروح حتى البلديه عندهم تما وتسقسيهم على مكان، يعني بلاصه اللي تحبها في الريف، اسكو كاين دار ولا ما كاش، ولتما انت وزهرك من داك كاين تلقى ولا ما تلقاش. هذيك انت وزهرك. مي قلت لكم كاين واحد البلايص ماذا بيهم الدوله الالمانيه ولا الدوله السويسريه ماذا بيهم يعمروهم، والله العظيم يا خوتي. كيفاش تعيش المعيشه تاع الريف؟ اول حاجه هي لازم كي تحصل على اقامه لازم يكون عندك البيرمي، رخصه السياقه ضروريه باش تنقل. بزاف الناس كيشوفوا هكذا يقول لك ما كاش عامل هنايا. كاين عامل يعني هذه منطقه ريفيه هكذا، من بعد على كما نقولوا 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر ولا كاين مدينه كبيره وين تلقى العامل وكلش، فهمتوا؟ هذا هو السيستم اللي حبيت نوصله لكم. اول حاجه البيرمي ضروري، يعني رخصه السياقه لازم فهمتكم شحال من خطره لازم تديرها، لانه الاغلبيه تاع الشركات اللي يحوسوا على الخدامين يحوسوا رخصه السياقه. يعني الانسان تقدر يكون، انا بار اكزومبل صارت لي كان عندي رخصه سياقه جزائريه وهنا ممنوع تسوق بها يعني 6 شهور، فهمتكم شحال من الخطره. من بعد يقدر يجيبك صاحبك ماشي مشكل، يجي يرفدك، يكون ساكن في مانيش عارف ماشي بعيد عليك، ولا يكون ساكن مدينه اللي من هي يجوز عليك طريق يرفدك، يديبانيك عام ونص. بصح راح يضغطوا عليك، يعني العامل في الشركه اللي تخدم فيها يضغطوا عليك، يقول لك باللي لازم عليك دير رخصه سياقه. ورخصه السياقه هذيك ديرها سهله ماشي حاجه كبيره كاعيتك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. سما هذه معلومه باش نوصلها للناس، باش كي تجي لهنايا رخصه السياقه ضروريه، لانه رخصه السياقه الجزائريه ما يستعرفوش بها في المانيا. العالم الثالث يقول لك تسوقوا برك، ما كاين لا قوانين لا يديك لا يجيبك. عندهم الحق يا خوتي، كل بلاد كل واحد سلطان في بلاده، هذه هي لازم تطبق القوانين اللي يقولوهم لك وخلاص. باسكو بزاف الناس تشري رخصه السياقه في البلاد، ولا كاين معرفه يمدوه، ولا هذو الدول المتطوره هذو على بالهم كاع يتيك بهذ القوالب هذوما، على بها كي تجي لهنايا تعاود البيرمي تاعك ازيرو، وتعاود تقرا كيما نقولوا، تحفظ كاع يتيك القوانين ولي بلاك اللي كاين هنايا تحترمهم. ها 70 تمشي 70، صينو هنايا 70 تمشي 100، يطقبك الرادار يطقبك. هذه معلومه برك باش الناس دير في بالها، هذا ما كان. وعندكم تاني الفلاحه هنايا، شوفوا
الاغلبيه اللي يحب لي فلاح يحب يجي لهنايا، يا ودي تخدم، اقسم بالله العظيم غير تخدم في الفلاحه تكون سيريو برك. هنا الانسان اللي ينجح في اي عمل سواء فلاحه يكون سيريو، ما يكونش يفيس ومنا مليها، ما يكونش فنيان، يكون سيريو. تلقى اقسم بالله كنت تشوفوا هنايا، وانا لاحظتها ونعرفها مليح مليح، وعندي صحابي المان عندهم الفلاحه هنايا. والله يا خوتي غير تلقاه الشيخ كبير ما عندوش دراري، تلقاه يخدم وحده هنايا يحوس على الخدامين. باسكو الاغلبيه تاع الالمان ما يحبوش يخدموا الخدمه تاع التهمبير، باسكو هما كاع قاريين ديزانجينيور. على هذيك تلقاه فلاح وولادو كاع يقراو، تلقاهم عندهم عمل، كاين اللي يعاون وليدو يعاون باباه، مي الاغلبيه يحوسوا على الخدامين. وشنو لازم تكون وليد فاميليا مربي، وتكون كيما نقولوا تعرف شويه اللغه هذيك تجي مع الوقت. ما كاش اللي زاد معلم قاعد يدخلوا هنايا ما يفهموش منا من الهيمي، مع الوقت حطها في راسك تتعلمها. اللغه هي ضروريه بزاف بزاف باش هكذا تقدر تتعامل مع الجنس هذايا ويتعاملوا معك. وكاينين بعض الشركات كي تدخل تخدم حتى عندك الخبره وعندك التجربه، عندك رخصه السياقه وعندك كلش تعرف، بصح يحوسوا على اللغه. فهمتوا؟ اللغه هذه تقدر تعلمها غير وحدك، ولا تخالط الناس، تخالط المجتمع، تقدر غير في الدار تعلمها بلي زابليكاسيون. فهمت؟ خلونا من هذيك تاع التيك توك الناس تضيع غير في الوقت، يضيعوا في الوقت نهار كامل دايرين اللايف في التيك توك، ولا لاصقين ب مانيش عارف انايا حوايج اللي كاع ما تهموش كاع في حياته. التاق تعلم اللغات، تعلم الالمانيه الانجليزيه هكذا باش تجيك سهله، من بعد تندم والله غير تندم. والله يسهل على كل واحد على كل. هاي لك القريه الصغيره الجميله، قليل اللي يعرف، قليل اللي يعرف. ها تلقاو المانيه هنايا هي اللي تخدم في العواد تاعها، تلقاه الاغلبيه اللي يحبوا ركوب الخيل هذو ولا العواد، هما كاع يتيك تلقاهم بنات سيتي جان في يموتوا على العواد وتربيه الاغنام تكون ساكن في دار، عندك خدمتك، عندك العائله تاعك. كان حاجه قلتها لكم شحال من خطره، الدين تاعك ما تسمحش فيه. مهما كانت هنا يحترموا كاع الديانات، ديرها مليح في بالك. يعني دوك تجي تصلي هنا في الارض ما كاش اللي يحاسبك ولا يقول لك واش راك دير. هنا الحريه، عيش الحريه تاعك. الاحترامات تاع الاديان ما تلعب لهمش الالمان، يحترموا. هذا اللي يقول لك العنصريه دي كاع ما كاش منها، ما كاش منها هذه كاع. يتيك العنصريه كي تجيك انت تجيبها بروحك. يعني كي تجي لهنايا تحب تسرق طوموبيل ولا تسرق شي واحد، يتعاملوا معاك بالعنصريه. بيان سور حاجه باينه، تجي تخرب له انت واحد يجي مش عارف مش من طرف الدنيا يجي لداركم يخرب لك يسرق لك، كيفاش تعامل معاه؟ وهذه معروفه. بصح تمشي كيما رانا ندير في فيديو، مصبح وانا ندير في فيديو نهضر باللغه العربيه. ما كاش اللي زعما يقول لك نقدر ندخل هنايا في كاش مزرعه ولا نسقسي الماني نورمال عادي. ما كاش اللي يقول لك كيفاش راك تهضر اللغه ماشي تاعنا ومنا مليح. باسكو علاه هاي الشجره تاع الجوز الله يبارك، هي قد منها باينه باللي كبيره. باسكو راك شايد سابعك، ما دنيت ليه ما دنا ليك ما والو. جامي شفت واحد انا يتعامل معايا بعنصريه، لان علاش شايد سابعي والحمد لله الناس عايشه الحياه. شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، روعه خوتي. هذه هي المعيشه تاع الريف. كاينه حاجه اللي راه متمنيها ربي يتقبلها له ان شاء الله، دعواتنا تخرج. واللي ما تعجبوش معيشه تاع الريف هو حر في نفسه، نورمال. راك عايش في المدينه ربي يكمل لك بالك، خرج عليك الحال، راك عايش لاباس بك. هذيك خلينا حاجه واحده اخرى. انا درت الفيديو الناس اللي تحب تعيش في الطبيعه والريف ربي يوصلهم ان شاء الله، ماشي حاجه كبيره والله غير مكاتب ربي. وشنو واحد يسعى كي تدخل اي دوله فيها الريف ومن بعد بالعقل خطوه ان شاء الله يتحقق الحلم هذا ما كان. والحمد لله ربي يوفق. تهلاو ولا في روحتكم بزاف. عبدو ديزادوتش يحييكم. هاي لك خرج من الصباح، طلع طونوبيل
تروح تخدم على نص ساعة ولا 45 دقيقة، تعاود تولي العائلة تاعك، والسلام عليكم. الصيف راك حواس في كاش بلاد، تروح بلادك ولا تروح اي دولة. هذه هي، والحمد لله طايعين والدينا وشايدين في ربي سبحانه في الدين تاعنا، هذا هو الصح. اما الباقي كله تقليد. والسلام عليكم، الله يحفظكم.